اسمع مني بقى الحته دي عشان محدش هيقولها لك غير ده. ايام ما كان ويجز اصلا لسه بيراب مع ميكروسكوب، مش هبالغ لو قلت لك ان الديس ده يعتبر من اقوى او من احسن الديسات اللي سمعتها نزلت على ابي يوسف اصلا. بص احنا نطلع بالمقام وننزل تاني بيه على طول. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد اهو. بص يا زميلي بدون مقدمات احنا داخلين نعمل رياكشن على تقريبا من احسن الديسات اللي انا سمعتها نزلت على ابي يوسف. فادخل اعمل لايكك، اعمل سبسكرايبك، اعمل الحاجات الحلوه دي، ويلا بينا نخش بالفيديو على طول. تعالى كده اقول لك على كام معلومه قبل ما ندخل نتحنك على التراك على طول. الدس اسمه احلى مسا عليك، اللي كان عامل الدس اسمه دينيو، حاليا اسمه ياقوت. الدس كان معمول على ابي يوسف ونزل بعده دس كان اسمه 3 اكسات، اللي هو كان ساعتها شعار ابي يوسف 2 اكس وتكشير. فالمهم انت لو حابب ان احنا نعمل رياكشن على الثلاث اكسات فتكتب لي تحت في الكومنتات. مش حابب عادي اعمل لايك وانا هعمل على الرياكشن. الحقبه الزمنيه اللي نزل فيها الدس ده يعني تقريبا من 5 أو 6 سنين، يعني تقريبا في الرينج ده قوي يعني. فالدس ده قديم، والمفروض كمان انه نزل بعده او قبله دسين على ويجز. وعشان تبقى فاهم الدس اللي احنا داخلين نعمل عليه رياكشن ده، اللي عامل الدس هو اللي شهر ويجز، وهو اللي عمل حاجه اسمها احمد علي ويجز. ما اقصدش الاهانه طبعا لويجز خالص، بس الشخص ده هو اللي معلمه راب. فبس مش عارف كانوا مزنوقين الكلمتين دول في زوري، فتعالى بينا ندخل على طول نتحنك ونرياكشن على التراك وندب ونرزع فيه ونشوف هو بيقول ايه. يا بص، لا ده مش الدس يا فريد، اللي هو 80 بار ده اللي هو بتاع النهارده. هنسميه احلى مسا عشان ايه لما ينزل نقول له احلى مسا عليك، الناس تمنشنه تقول له احلى مسا عليك، تقول له ايه ده الدنيا ينزل احلى مسا عليك، فاهم؟ فاحلى مسا عليك بقى. ياو مش عارف ليه عايز اقول لك المعلومه دي، حاسس انها مش مهمه، بس اللي انا كنت بحسه من ياقوت زمان ايام ما كان دينيو انه كان رخي فشخ. وده على فكره لو هيثبت لك حاجه فيثبت لك ان دينيو فعلا كان قوي في الكتابه جدا. الراجل بيتكلم كتير، حرفيا هيكتب لك كلام انت عمرك في حياتك ما سمعت، لانه بيحب يهري. مش قصدي والله اساءه، بس قصدي ان من كتر ما الراجل بيحب الكلام بيكتب ليركس فعلا قويه، او انا مش عارف اوضحها لك قوي. المهم سيبك من الهبد اللي انا قلته، تعال ندخل على طول على التراك ونشوف هو بيقول ايه. الفلوس رزقك بس الموهبه بتخرف، ننزل على الترابيزه كل الاوراق تتفنط، دي تورته جديده مش هتاخد منها خرطه، حاول يستعين بداندي لما شاف الورطه. اللي هو انت بتعرف تجيب فلوس لكن ما عندكش موهبه الراب، تنزل على الترابيزه كل الاوراق تتفنط، دي تورته جديده مش هتاخد منها خرطه، حاول يستعين بداندي لما شاف الورطه. انا ما اعرفش مين داندي، ما اكذبش عليك يعني، فمش فاكر لان الديس ده اصلا قديم، فانا مش مجمع برضو الشخصيات قوي. فاحنا جايين نعمل رياكشن عليه بمعنى اصح. انت لو عايز التراك قول لي، انت كده اصلا هتلاقي التراك تحت في الكومنتات او تحت في الديسكربشن، فانزل بص برضو لو عجبك الديس وحبيت تسمعه يعني بمعنى صح. كنت متكير الثقة راحت فين، معكش كيف انت افورت فيه فتربيت. فالمهم عندك كده بعد الاربع بارات دول داخل بيقول لك ايه؟ مش كنت بتكير الثقة راحت فين، عكس الكيف انت افورت فيه فتربيت. انت مش كنت جامد فشخ، انت ايه اللي يخليك مثلا تفقد الثقة في نفسك، اللي هو انت مش هتعرف تسد قدام واحد. لان ابو يوسف في الفترة دي كان قايل انه مش هينكش او مش هيدس حد تاني، مش عارف ليه، بس الديس ده فعلا انا كنت شايفه انه يستحق الرد. وبصراحة الديس ده لو كان رد عليه انا كنت هشوف دينيو انه هنزل ديس اقوى بكتير، زي الديس بالظبط اللي نزله بعديه اللي اسمه كان 3 اكسات. هنا الطلعه بكرشه اقفل البوابات واقلبها نكسه، عكس النظام اقتلك واعلن مسؤوليتي عن الحادثه. فالمهم يا زميلي دينيو داخل بوش رجله كده وبيكمل بيقول لك ايه؟ هنا الطلعه بكرشه اقفل البوابات واقلبها نكسه، عكس النظام اقتلك واعلن مسؤوليتي عن الحادثه. معنى اصح مش هاخد فيك يومين وانا اقوى منك واستعراض عضلات والحاجات دي كلها. بس بصراحه شويه البارات دول كانوا جامدين فشخ وعاجبيني قوي، وخصوصا الفلو بتاعهم بيدل لك على القوه بتاعتهم والدليفري. فانا عجبتني قوي شويه البارات دول، مع انهم تحسوا عاديين ما فيهمش اللي هو نتحنك عليهم، وما فيهمش ده كان يقصد سنه كذا لما عمل كذا، انت فاهم؟ ما فيهمش معنى انت ممكن تبحث وراه. بس فعلا شويه البارات كانوا بانش حلو قوي. انت فاشله تنكش ناس معايا عشان تهرب، شفتها في قبل كده بس الناس بقت بتفهم. انت بعدها يا زميلي على طول هتلاقي دينيو بيقول لك اللي هو انت بتنكش ناس معايا علشان تهرب من البيف. بمعنى اصح لو دينيو ما خدش باله، او لو ابي يوسف نفسه ما خدش باله، فابي يوسف اتعمل فيه الحركه دي في تاني موسم للديسات. دخلوا مع مروان موسى لما مروان موسى نزل ديس اسمه سخنت جامد، وقال له في الاخر انا مش هدخل معاك في راوند 2 غير لما ترد على الجو. لما ابي يوسف عمل ديس اسمه كلم كنكه،
حرفيا ابو يوسف اتسوح. فهنا كان دينيو شايف الحركه دي، يعني هو اكيد مش عارف يعني الدس ده من زمان زي ما قلت لك، بس هي فكره اللي هو ايه، يعني الحركه دي كانت مكشوفه قوي. فاللي هو بمعنى اصح انت كنت بتنكش ناس معايا عشان تلبسني انا في حيطه وتخلع انت، لكن انا عارفها وشايفها الحركه دي انت فاهم. فلا انا تمام، انا مش هعمل اي حاجه. كان بيقول له انا كاشفك بمعنى اصح. بتتكلم عن فلوسك اكتر من موهبتك يا عم، عرفنا نقصك باين جدا نص من غير حكمه. بعد كده يا زميلي هتلاقي دينيو داخل بوش رجله التاني وبيقول لك ايه، انت كنت بتفليكس بالفلوس اللي انت بتجيبها وهكذا، وانت نصك من غير حكمه اصلا. يعني اللي هو انت برضه بيثبت له من اول 4 مرات، بيقول له انت فاهم انت فلوسك اكتر من موهبتك، وهنا برضه بيقول له انت بتفليكس بالفلوس اكتر من انك بتعرف تكتب اصلا راب وهكذا. فبصراحه جامده يعني يا جدعان، والله العظيم الدس فعلا يعني كان ينفع يترد عليه. مش هقول لك الدس الجامد فشخ، بس الدس كان ينفع يترد عليه فعلا، لان في وقتها كانت الدسات كان ليها طعم تاني مختلف تماما. يعني حاليا في الوقت الحالي لو اتنين هينزلوا مع بعض في فيف فممكن ياخدوا بالهم عن حاجات كانوا ممكن يستخدموها زمان بقوه بكتير. فدلوقتي بقى الدس ضعيف، بقى الدس اللي هو انت مش عارف تجيبها له ازاي، او مش عارف تجيب له البانش ازاي عشان يوجع. انت مش مجمع لسه. انت باقص اكتر من تخينه خست بقت فلات، الاسم براندات ابو يوسف وشركاء. شوات البارات اللي وراهم على طول دي بصراحه كانت جامده فشخ. اللي هو انت باقص اكتر من تخينه خست بقت فلات، هي فكره انها كانت بائسه، او هي فكره ان بيشبهوا بشيء كان تخين قوي وكان زعلان انه تخين، فلما خس بقى رفيع قوي. الراجل مش عارف يلاقيها منين ولا منين، انت فاهم. بعد كده بيرجع يثبت له انه فلوسه اكتر من موهبته، اللي هو الاسم براندات، لان ابو يوسف دايما كان بيعمل اعلانات، وهو اصلا كان واحد بتاع اعلانات كتير، يعني كان بيعمل اعلانات كتير فشخ. الاسم براندات ابو يوسف وشركاء، جايه اللي هو كورد بليه من امين والشركاء بتاعت مسرحيات احمد امين. فبصراحه كانت جامده فشخ. ده اللي يجيلك مش شعبي الحقيقه في اشاعتي، لو في يوم مع نفسي شفتك اجمد هكتب ناي. والله انا مش عايز اقول كل شويه الدس ده كان حلو، بس فعلا الدس ده حلو والله. الحته دي بصراحه جامده فشخ، لان الفتره دي يعني اللي هو تحس ان ابو يوسف كان بينتج فيها، الانتاج بتاعه شبه الشعبي شويه، فبيقول له انا اللي يجيلك مش شعبي الحقيقه في اشاعتي. اللي هو ولو شفتك اجمد في يوم انا هكتب نعي. يعني انت والله شوت برات فعلا، ده مش وورد بلاي، ده حرفيا بانش، وبانش فعلا حلو، يعني بانش يوجع، بانش اللي هو انت جامد، انت كتبت حاجه زي كده فعلا حلوه. لما الدس ينزل هيفهموا ليه لابس احمر في احمر عشان بقعت عليك. ما اكدبش عليك يا زميلي، انا مش فاكر الصوره او مش فاكر التراك اللي كان نزل له ثامنيل اللي هو او الارت ورك بتاعه اللي هو كان لابس فيه احمر في احمر. فهنا دينيو يعني بيعملوا ريفرنس اللي هو لابس احمر في احمر علشان بقعت عليه. هو المعنى مفضوح انت فاهم، فانا مش لازم افسر، المعنى مفضوح قوي. هو بصراحه جامد والله العظيم، جامد فشخ. كمل. مش صبحت يبقى تستحمل المسا على دماغك، اما بتمنبل بسمع تريبل اكس ميكس دايما. انا ما اكدبش عليك، انا مش عارف ابو يوسف امتى صبح عليه في التراك، يعني انا مش متذكر، لان الدس ده زي ما قلت لك اصلا قديم بقاله 5 أو 6 سنين، فانا مش متذكر بصراحه، يعني مش جاي معايا سكه. شبح وسط كوست البلد كوبس النجا فلوكس الآلة رخص البالة مات الزرع من التفاهه اللي في كلامك ما استحملش. الدس على قد ما هو مليان شوت بنشات حلوه، مش مليان، هو فيه شوت بنشات حلوه بصراحه، بس على قد ما فيه بارات كوميديه قوي. هو الزرع مات من التفاهه اللي في كلامك. مش عايز اقول لك بصراحه ان الدس ده جامد فشخ، فيه بنشات وفيه مش فيه بنش، هو بصراحه فيه كام بار كده حلوين، ما اكدبش عليك برضو، يعني هو مش قوي للدرجه، هو فيه شوت بنشات حلوه. وعلى الكلام اللي قاله دينيو، فالتراك ده نزل قبل تراك 3 اكسات، لان 3 اكسات هو كان المفروض هو الدس بقى الاساسي اللي هينزل عليه. فبصراحه كان جامد فشخ، يعني اللي هو حتى في البارات اللي بيقولها اللي هو الزرع مات من التفاهه اللي في كلامك، انت شايف هي وصلت له فين؟ يعني دينيو خد باله او شاف زرع بيموت لما ابو يوسف بيسمع، لما ابو يوسف بينزل تراك، يعني الراجل انت فاهم، الراجل وصل لمرحله من يعني مش عايز يكتب ليركس قويه، بس غصب عنه بيكتبها تحس انها عميقه شويه بس عاديه قوي. الزرع مات من التفاهه اللي في كلامك عادي جدا، بس اللي جاب الزرع للتفاهه اللي في كلامه، ما هي الفكره هنا انه كان حرفيا كان بيسخن للدس. الباشا من مدرسه مش لاقيين براد فنحشي الجواب وصلني واتخضيت على ابني. بعد كده يا زميلي هتلاقي دينيو بيقول لك اللي هو ايه، يوسف بيحشي، ما بيقولش كلام مفيد، ما بيعرفش يكتب والحاجات دي، فهو برضه ناكش وجز معاه اللي هو اتخضيت على ابني. انا اول ما سمعتها بصراحه انا ضحكت، انا حاسس ان الديس ده اصلا كوميدي على قد ما هو مليان، على قد ما هو مليان جد، لا بس كوميدي، يعني انا جاي بس انت فاهم اضحك الناس بس مش اكتر، لكن هرمي لك كده شويه برات على الرايق، لان المفروض اصلا بعد الدسين اللي نزلوا على ابو يوسف اللي هو احلى مسا و3 اكسات، هو نزل دسين تاني على ويجز اللي هو تقريبا كان اسمها الحفله والمدح، فبصراحه كانوا جامدين فشخ.
طب اطمن في المستقبل والكارير مش تذنيب، 8 تراكات بتنكش فيا للدرجات دي حارق فيه. انا ما اكدبش عليك، بس انا مش متذكر ان ابو يوسف كان ممكن ينكش واحد في 8 تراكات. 8 تراكات بينكش واحد بس، فدي يعني يعتبر ديسات اصلا. 8 تراكات انت فاهم، 8 تراكات. هو ايوه زمان كانوا بيرموا تراكات كتيره على طول، بس برضه ما كانتش بالكثره اللي هو المفروض ينزل فيها تراك كل يوم. يعني حتى لو هينزل تراك كل يوم فمش معقول ان هيفضل ينكش واحد 8 تراكات. انا مش بقول لك انك كذاب، انا بقول لك بس انك بتحور. انا بهزر والله العظيم، بس هي فكره كانت تقيله قوي عن اي حد يصدقها ان ابو يوسف كان بينكش واحد في 8 تراكات. فباعتبارا يعني ان دينيو خد الكلام على نفسه في 8 تراكات، فزي ما كان بيقول لك ده تسخين، واللي هو بمعنى صح هيرد في تراك تاني خالص. يعني ده مجرد التراك ده بمعنى اصح اللي هو خواطر كده بس بتجي عليك، انت خدت بالك عشان اكتب لك عليك بس كام كلمه. لكن الديس الاساسي اللي انت هتشوف فيه قوه اللي هو النازل بعد ده على طول. والمفروض كان الديس زي ما قلت لك كان اسمه 3 اكسات. ده التسخين، الدس لسه في الطريق والقفله فيها فيل. بصراحه الدس ده واللي بعديه كانوا جامدين فشخ وكانوا يستحقوا الرد من ابو يوسف، بس انا ما اعرفش ليه ابو يوسف ما ردش. فبس يا ياسمين انا فيصت يعني، ادخل اعمل لايك وادخل اعمل سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي والله بفرح بيها فشخ ودي اللي بتشجعني. وعامه لايكك ده بيفرق في انتشار الفيديو، فاعملوه من باب المساعده بس مش اكتر. يعني انا بحبك والله العظيم. سلام.